السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيبقى فقرة جديدة، ممكن تبقى جديدة وانا هعملها بمناسبة كأس العالم اللي بيقيم في قطر حاليا. هنتكلم عن أسطورة أو حكاية من حكايات كأس العالم اللي صنفت حاجة مهمة أو حاجة كل الناس اتكلمت عنها إن هي أحد النقاط اللي كان لازم نتوقف عنها. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. لو كنتوا فاكرين كأس العالم 1982 اللي صنف من قبل الفيفا ان هو من احسن نسخ كأس العالم، وكمان مين فاز بكأس العالم؟ كان ايطاليا ضد المانيا اللي انتهى الماتش بنتيجة 3-1. كان في لاعب مؤثر وكان اول مرة يظهر وممكن يبقى جديد علينا جدا في السنة دي، لكن هو دلوقتي بقى حافز وكمان اسطورة بنتكلم عنها كلنا. باولو روسي كان لاعب مهم جدا، افضل لاعب في كأس العالم 82، الهداف بتاع كأس العالم ب6 أهداف. هو ما كان حدش كان بيسمع عن باولو روسي، ما حدش كان بيسمع، وهو ده ما وقفوش عن حلمه، فضل يحلم لغايه ما حقق حلمه. ودي حاجه لازم تبقى في الانسان، ادم هو بيحلم بحاجه انا مش هتوقف عن ان انا احاول لغايه ما احققها، وده اللي عمله باولو روسي فعلا. فضل يحلم ويحقق ويحاول ويعافر لغايه ما وصل لحلمه، وبقى لاعب مهم جدا وكتب اسمه بين سطور العظماء في ايطاليا. لاعب من اهم اللعيبه اللي ممكن نبقى شفناها في كاس العالم. شفنا كمان ان هو لعب مع كبيرين ايطاليا وكبيرين كمان العالم واوروبا، الاي سي ميلان واليوفنتوس. وعمل كمان ارقام فرديه كتير جدا، حصد الكره الذهبيه وكره اديداس الذهبيه وفي حاجات كتير، لكن احنا بنلخص لكم اهمها. كمان حصد الاثنين سنه 82 سنه كاس العالم اللي كانت نقطه فاصله في حياته المهنيه وكمان حياته الشخصيه. لو رحنا بقى لأرقامه الجماعية، حصد كأس العالم، حصد كمان كأس إيطاليا والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي. عمل أرقام مش سهل إن هو حد يحققها، إن هو يجمع كل دولت، وكمان هو ما بطلش يحقق حلمه، فعارف لغاية ما وصل لحلمه. فدي غريزة عند الإنسان، إن هو أدام هو بيحلم بحاجة هيحققها مهما كان العقبة اللي قدامه. وهو يعني كمان كان في معلومة أكيد كلنا عارفين إن باولو روسي كان سجين وحلم وحقق، فمفيش حاجة المفروض توقفك عن حلمك، حاول وعافر واحلم وتحقق. وبس كده، يا ريت يعني تلقوا نظرة على باولو روسي وعلى تاريخه، علشان باولو روسي ده لاعب مؤثر جدا ولاعب من عظماء كأس العالم والعالم كله. كمان صنف من أفضل 50 لاعب في أوروبا، من أفضل 100 لاعب في العالم، وكمان من افضل 125 لاعب من قائمه بالليل العظماء. دي ارقام مش سهل حد يحققها، لازم بجد نشوف ان باولو روسي ده لاعب عالمي وكان يستحق كل الدعم ولازم يستحق الدعم. ممكن يبقى متوفي، لكن دلوقتي لو انت فضلت تتكلم عليه، انت دلوقتي انت بتقول في كلمه حلوه، فانت كده هو سامعك. فباولو روسي ده اسطوره كان لازم نتوقف عندها ونبدا بيها طبعا السلسله اللي احنا هنبداها مع بعض باذن الله. شكرا، قابلكم باذن الله فيديو جديد وحكايه جديده واسطوره جديده.